طيب بص كده يا صاحبي، لو جينا هنا على كلمة خيارات ام بي اللي هي دي، ضغطنا كده عليها هنلاقي في هنا حاجة مكتوب عليها من قام بحظرك. الأيقونة دي من قام بحظرك. هو ايه اللي من قام بحظرك ده يا تاجر؟ بص يا صاحبي، صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. قبل كده ما اقول لك ايه الكلام ده كده، عايز اقول لك ان دي افجر نسخة في المجال، افجر نسخة واتساب بتاعت ايفون هتشوفها في حياتك يا عمري. يعني دي نسخة ايفون، نسخة ايفون ام بي، حرفيا النسخة دي طرش الطرش. يلا بقى صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. انزل اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناة، متنساش تصلي على النبي. تمام، واهم حاجة اكتب لي كده كومنت شبكة جميل، يعني تعليق، وهسيب لك لينك النسخة دي ميديا فاير تحت في قلب الديسكريبشن. واحلى مسا عليك قلب اخوك. افجر نسخة في المجال يا عمري. Taggy, düşmüyorsa kayna flow Hatta no, wait they saggy Back at the mental no throw Bere bere Joga pra trás, joga pra trás, joga pra trás. Fucking everything! وازيكم يا اخوات، عاملين ايه؟ يا رب اشوفكم دايما بخير. رجعت لك النهارده يا قلب اخوك بفيديو جديد، نسخه جديده. نسخه النهارده بقى غير كل النسخ. النسخه اللي انا جايبها لك النهارده دي يا اخويا عشان كتير قوي طلبها مني في الكومنتات، نسخه ايفون. تمام، نسخه ايفون ام بي اخر تحديث، مش هتطلب منك تحديث نهائي، وايموجي ايفون، وفيها حاجات طرش الطرش. تعال نخش كده ايه، نشوف كده العظمه دي. يلا بينا. هتخش كده على النسخة، هتفتح معاك بالواجهة دي. هنا كده تحت على اليمين خالص الحالة، يعني الستوري، وبعدين المكالمات، وبعدين المجتمع اللي هي الاجتماعات، اللي هي الميت يعني الجديدة اللي النسخة اللي بص اللي الواتساب نزلها يعني عامة. وبعدها دي الدردشات، وبعدها دي الإعدادات بتاع النسخة عن البرايفسي وكده. لو جينا ضغطنا على كلمة المزيد اللي فوق على اليمين دي كده، اللي فوق كده على اليمين دي يا اخويا، هيظهر قدامك مجموعة جاية ان انت تعمل روم، ودي رسالة جماعية ان انت تعمل بي سي، واللي تحت دي ان انت تخفي الارشيف يعني الشتات، ودي اللي تحت رد تلقائي، ودي جدولة الرسايل. تمام، وهنا كده لو انت عايز تعمل النسخة دارك او تعملها ابيض او دارك. تمام، ودي اخفاء المحادثة، ودي وضع الطيران، ودي ان انت تخفي ان انت متصل. تمام، واخفاء اخر ظهور، ودي كده السمات، ودي اصلاح التأخير اللي هو يعني ايه، الرد التلقائي وكده. لا مش الرد التلقائي، اللي هي بتاع التشفير. تمام يا اخويا. ولو جينا ضغطنا على المربع اللي هو اللي مرسوم جوه قلم ده كده، هتلاقي حاجة رايقة جدا. نعمل كده، ويقول لك هنا ايه، تحديد جهة اتصال، رقم الهاتف، ودي حفظ مراسلة يعني المسجات اللي هي المفضلة ليك. نيجي هنا كده، بص بقى الحتة دي يعني حاجة غشيمة. مثلا انت عايز تبعت رسالة لرقم مش متسجل، شوف هيحمل معاك دلوقتي بطريقة لطيفة أوي. شايف نفس، بص أكنك ماسك تليفون أيفون. تمام أهو، ده كده هو الشات، شكل الشات. ودي كده الإيموجي بتاع النسخة أيفون، كل حاجة. تمام، وفيها الترجمة ترجمعية، وشوف الانتر حاجة غشيمة جامد جامد. ودي كده الكاميرا والمعرض، واللي انت عايز تبعت مستند، ودي اللوكيشن الموقع، ودي كانت اتصال، وده مقطع مرئي، وده فيها النسخة فيها استطلاع رأي. تمام، صلي على النبي. والكيب ده هسيبهولك تحت اللينك بتاعه في الوصف. بس كده، عليه أفضل الصلاة والسلام. طب النسخة دي خد بالك من غير باسورد. تمام، ده كده زي ما وريتك كده ايه شكل الشات. نيجي بقى نخش على الحوار اللي انا قلت لك عليه ده، خيارات ام بي، ودي اعدادات اخرى، ودي عشان انت ايه تنزل ستيكر من المتجر، وده سمات النسخة. تمام، ام بي سيمز هيحولك على الموقع بتاع السمات بتاع النسخة. تمام، نيجي نخش كده على كلمة اعدادات اخرى، تغيير حجم السطر، حجم الملصقات، حجم الرمز التعبيري، وده السماح لما يصل الى 100 رسالة قنبلة، يعني انت تفتح تذكار وده كله. تمام، وده منع
لقطة الشاشة وتسجيل الشاشة. تمام. إذا كنت تشارك هاتفك مع أشخاص آخرين يعني شايف لو أنت مدي التليفون بتاعك لحد تاني، مش إيه النسخة مش هتاخد معاه سكرين شوت، ولا ينفع إنه يصور حتى فيديو. تمام. يعني لو فتح ويب عندك، ودي منع الوصول الى واتساب ويب. يعني لو حد فكر بقى ايه ان هو يفتح رقمك عنده والشغلة دي مش هيعرف، فانت يا ريت تفعله. هنفعله كده. تمام. واللي تحت خالص ده كان الرياكت. ثواني، ده كده اللي هو الرياكشن، اللي هو الرياكت يعني. شوف معاك كام رياكشن كتير فشخ، النسخة حرفيا رايقة جدا. تعالى بقى كده ايه لنقطة منقمة بحذرك دي، عشان اثبت لك ان دي افجر نسخة في المجال. خش كده، اي حد يعمل لك بلوك هتلاقيه ظهر لك هنا كده. تمام. يعني لو انا مثلا دخلت عملت لك حظر هتلاقيه ظهر لك هنا كده. تمام كده علشان ودي اخفاء التفضيلات الحمايه والخصوصيه طبعا اللي احنا عارفينها، اخفاء اخر الظهور، وده كله احنا عارفينه عشان ما اطولش عليك. ودي الشاشه الرئيسيه. تمام. دي البر العلوي وإدارة علامة التيوب واللوستر، ودي ان انت الستوري والكيلس المكالمات، وده كله. تمام يا قلب اخوك. ودي شاشة المحادثة، البر العلوي والفقاعات والصح والصور واعدادات اخرى. تمام. ودي كده ثواني، لا تسمح الأجهزة استشعار بتوقيف الرسائل الصوتية. ودي إخفاء الاسم والتاريخ بعد نسخ الرسالة، عشان دي حاجة كان الناس كتير أوي بتتضايق منها. تمام. أنا خليتها لك إيه, تعمل عادي من غير ده كله. وده ادعم المطور وده كله طبعا. دي نسخة ايفون المطور بتاعها من التليجرام. تمام. وده وديكت اف ام. وده انا كده بقى ايه النسخة الاحتياطي والاستعادة، عشان انت عايز تركب ملف سرعة. النسخة مش بتاعك، ركب عليه ادخلها ملف سرعة. تمام. تعالى كده عشان كنت عايز اوريك حاجة كمان. هتيجي كده في الستوري تضغط كده على علامة القلم فيها ان انت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، زيد النبي صلاة. بص فيها ان انت تغير الوان والخط وكل حاجة. تمام. يعني النسخة اقسم بالله طرش الطرش كده اهو. اللون الاسود مثلا، شايف فيها كل حاجة، ايموجي ايفون، حاجة غشيمة جدا يعني. تمام. بس كده يا قلب اخوك يكون فيديو النهاردة خلص معانا. وده انا الدردشتية. تمام. يعني ده كله انت عارف، لو انت عايز بقى تخلي دي خلفية الشاشة وحجم الخط. تمام. انت عايز بقى متوسط كبير، وده عشان تبعت من الكيب، وده كله. تمام يا قلب اخوك. احلى مسا عليك، اشوفك في الفيديو اللي جاي. تمام. استنى بس كده شوف بقى العلامه اللي جنب كلمه المزيد لو ضغطت عليها كده هو فصل الرومات عن الشتات. تمام. لو جبت كده كده المجتمعات في بجنب، وده كده دي كده انت خليت كله مع بعض، والشتات مع ايه مع الرومات. بس كده عشان نوريتك بس ازاي تفصل الرومات عن الشتات. يلا اشوفك في الفيديو الجاي. انزل بالله عليك دعمني بلايك، اشترك في القناه ومتنساش تفعل زر الجرس. احلى مسا عليك يا قلب اخوك.